السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بمتابعيني الغاليين اللي دايما بتدعمني بكل حب. وحشتوني جدا جدا من أول حكاية لآخر حكاية، وحبكم ليا بيخليني استمر لحد النهاردة. والنهاردة بقى جايبالكم معايا قصة حقيقية هتلمس قلب كل واحد فينا، واحنا مع بعض هنعيشها من أولها لآخرها. وبعد ما هتسمعوا الحكاية هتتعلموا منها درس زي ما متعودين من حكاياتنا. بس قبل ما نحكي حكايتنا زي ما احنا متعودين نصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وما ننساش اللايك والشير عشان اقدر استمر وتسمعوا حكاياتي اللي انتوا بتحبوها. ويلا بينا نحكي حكايتنا. وقبل ما احكي لكم حكايتي احب اعرفكم بنفسي. انا اسمي ليلى وعندي 23 سنة، طالبة في كلية الطب ومن أسرة متوسطة الحال. وليا أختي وحيدة واسمها لبنى. رغم إننا إخوات توأم بس شخصيتنا احنا الاتنين مختلفين عن بعض. أنا خجولة جدا وفي حالي، لكن لبنى اجتماعية جدا ومتحررة. أما بقى بابا ربنا يرحمه. وبدأت حكايتي لما في يوم من الأيام كانت عندنا مرات عمي وابنها يوسف، وكانوا قاعدين مع ماما. وماما اللي كانت بتنادي عليا بصوت عالي وبتقول يا ليلى يا ليلى. يوه، هي البت دي راحت فين بس؟ معلش يا مرات عمي، اكيد ليلى بتذاكر ومش سامعاكي كالعاده. والله يا حنان يا اختي، ليلى بنتك دي ونعم الادب والاخلاق يا زين ما ربيتي. وطبعا لبنى اختي خرجت من جوه بعد ما سمعت كلام مرات عمي وقالت لها ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا مرات عمي؟ يعني هي ليلى بس اللي مؤدبة ومحترمة، ولا انت عينيكي يعني ما بتشوفش غير ليلى؟ يوه، ومين اللي قال كده يا لبنى يا بنتي؟ ده انت وليلى معزتكم في قلب زي بعض بالظبط. ما هو باين يا مرات عمي. المهم، ازيك يا يوسف؟ عامل ايه؟ ما بقتش الجنة يعني زي الاول ولا حتى تزورنا؟ معلش بقى يا لبنى، اصل انا مش فاضي خالص اليومين دول لاني بحضر الدكتوراه وهي واخده كل وقتي. ربنا يوفقك يا يوسف يا ابني ويكرمك كده ببنت الحلال عشان نفرح بيك كلنا. ايوه يا اختي قوليله، ده انا نفسي قوي افرح بيه واشيل عيالي وافرح بيهم. خلاص الاسبوع اللي جاي هيكمل 28 سنه. ما لسه بدري على الجواز يا ست الكل لما اخلص الدكتوراه الاول. الله، هو عيد ميلادك قرب قوي كده يا يوسف؟ انت لازم تعمل بقى حفلة كبيرة. حفلة ايه يا لبنى وكلام فاضي ايه؟ هو انت مش هتعقلي بقى؟ وانا اللي خرجت من جوه وقلت ايه ده، هو انت موجودة عندنا يا مرات عمي؟ والله العظيم وحشتيني جدا. ما قلتليش يعني يا ماما ان مرات عمي عندنا؟ ما قلتش ده ايه ده، انا بقالي ساعة بنادي عليكي لما لساني نشف. امال انت كنت فين ده كله؟ معلش بقى يا ماما يا حبيبتي، اصل انا ما سمعتكيش خالص، كنت مندمجة في المذاكرة. طمنيني عليك يا بنت عمي، قوليلي عاملة ايه في الكلية؟ ماشية فيها ولا في مواد واقفة قدامك؟ لا الحمد لله يا يوسف، كله تمام الحمد لله. ويوسف اللي اتحرك جدا منها وقال لا ابدا يا لبنى. بس انا يعني هسألك على ايه؟ ما انتي خلاص خلصت كلية السياحة والفنادق من سنة، وانتي لحد دلوقتي حتى ما اشتغلتيش. ومرات عمي اللي غمزت يوسف وبصت للبنى وقالت لها بقول لك يا لبنى يا حبيبتي، انا عايزه اشرب فنجان قهوه من ايديك الحلوه دي. بس انا ما بعرفش اعمل قهوه خالص، خلي ليلى حبيبتك تعمل لك القهوه. يلا عن اذنكم، اصل انا خارجه مع اصحابي دلوقتي. هو في ايه بالظبط يا لبنى؟ هو انت كل يوم والتاني لازم تخرجي كده؟ ما انت عندك اختك اهي قاعده في البيت ليل ونهار وما بتروحش اي مكان غير الكليه بتاعتها، يعني من البيت للكليه ومن الكليه للبيت. يو بقى، هو احنا مش هنخلص من موال كل يوم ده يا ماما؟ انا قلتلك 1000 مرة ان انا ماليش دعوة بالست ليلى بتاعتك دي واحدة هبلة وما بتعرفش تتكلم كلمتين على بعض. وانا اللي اتضايقت جدا من كلام لبنى، خصوصا ان هي قالت الكلام ده قدام يوسف حب عمري كله. وعشان كده عيني دمعت وقلت انا اللي هقوم واعمل لك القهوة يا مرات عمي عن اذنكم. وانا اللي خلصت كلامي وجريت على المطبخ بسرعة، ويوسف اللي بص للبنى وقال لها انا بجد مش عارف انت ازاي تكلمي اختك بالشكل ده يا لبنى،
ولا هو الانسان المحترم الايام دي بنقول عليه اهبل وعبيط؟ وانت زعلت ليه بقى ان شاء الله يا يوسف؟ هو انا وجهت لك الكلام ولا ايه؟ على العموم اديني سايبالكم المكان كله وماشيه. ولبنى اللي خلصت كلامها وسابتهم ومشيت، وماما اللي قالت على فكرة يا يوسف لبنى ما تقصدش اي حاجة، دي بتهزر مع ليلى اختها، هي هزارها كده دايما. لا 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 يا حنان، انا شايفة ان انت مدلعة البت لبنى دي زيادة عن اللزوم. لو كان مصطفى ابوها عايش لحد دلوقتي ما كانش هيرضى بالوضع ده ابدا، وخروجها الكتير على الفاضي والمليان. يا منى، يعني هي بتروح فين يعني؟ دي يا دوبك بتقعد حبة في النادي مع أصحابها، ولا عايزاني يعني أحبسها في البيت بين 4 حيطان؟ وعدى شهر على كل اللي حصل ده، وفي يوم جالنا يوسف عشان يسلم علينا لأنه كان عايز يكمل الدكتوراه بتاعته برا مصر. وفعلا يوسف ابن عمي رجع مصر بعد سنة وهو دكتور جامعي ولوضعه، غير ان هو فتح مكتب هندسة وربنا فتح عليه من وسع زي ما بيقولوا كده. وفي يوم من الايام مرات عمي منى اللي جت قعدت مع ماما وقالت لها اسمعي بقى يا حنان، انا جايلك النهاردة مخصوص وعايز اخد رأيك كده في موضوع مهم. خير يا اختي قلقتيني، هو يوسف ابنك كويس وبخير؟ خير يا حبيبتي خير، ده انا جايلك في الخير كله. انا نفسي اخطب يوسف لليلى بنتك، انا مش هلاقي احسن منها ليوسف ابدا. ها قلت ايه يا حنان؟ ده يوم المنى ويوم الهنا يا اختي، ده يوسف ابن حبيبي انا اللي مربياه على ايديا. يبقى على خيرة الله يا حنان، كلمي ليلى بنتك وشوفي رأيها كده، وإن شاء الله أول ما يتم المراد والموافقة نتمم الجواز على طول. طيب معلش يا منى، استني كده على ليلى كده لمدة أسبوعين لما الامتحانات بتاعتها يعدوا، وبعد كده هبقى فاتحها في الموضوع. وفعلا عدى يومين على كل اللي حصل ده، وفي يوم ماما كانت قاعدة في أوضتها مع لبنى وقالت لها بقولك ايه يا لبنى، مرات عمك كلمتني على ليلى أختك وعايزة تخطبها ليوسف ابنها. نعم نعم يا ست ماما، بقى الدكتور يوسف عايز يخطب الهبلة اللي اسمها ليلى؟ والهبلة ليلى دي قدرت توقع يوسف في شباكها ازاي؟ صحيح زي ما بيقولوا يا ما تحت السواهي دواهي. اخصى عليكي يا لبنى، بقى ليلى اختك برضو بتاعت الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ اختك ليلى غلبانة وطيبة جدا، وده نصيبها يا حبيبتي وجالها لحد عندها. تصدقي يا ماما انت اللي غلبانه وعلى نياتك، ليلى دي سوسه وبتمثل عليكم الفضيله. عيب يا لبنى، عيب يا حبيبتي تتكلمي على اختك بالشكل ده. طيب يا ماما يا ريت تسيبك من الكلام ده كله واسمعيني كويس قوي، اوعي تقولي لليلى اختي على موضوع ان يوسف عايز يخطبها. ليه بقى ان شاء الله؟ مش اختك لازم تعرف برضو ان هو عايز يخطبها؟ اسمعي بس الكلام يا ماما لحد بس ما ظبط الدنيا كلها. وفي الوقت ده ماما ما فهمتش قصد لبنى ايه، عشان كده ردت عليها وقالت لها تظبطي ايه يا لبنى؟ انا مش فاهمه منك اي حاجه. بعدين يا ماما بعدين يا حبيبتي ابقى افهمك على كل حاجه، بس بالله عليك يا ماما اوعي تقولي الليله على اي حاجه دلوقتي عشان خاطري انا. وعدى اسبوع بعد كل اللي حصل ده، وفي يوم لبنى كانت قاعدة مع ديسكو مع أصحابها، وكانت بترقص مع أصحابها الشباب والبنات كمان، وبعد ما تعبت من الرقص قعدت على الكنبة وقالت لصاحبتها ضحى ها قوليلي بسرعة يا ضحى أعمل إيه في المصيبة دي؟ أنا نفسي أخلي يوسف ابن عمي يفكر فيا أنا وبس ويخطبني أنا مش ليلى. من كلامك الكتير يا لبنى عن يوسف ابن عمك بيقول ان هو بيحب البنت الخام لانه دقة قديمة، عشان كده لازم ياخد فكرة عن ليلى اختك ان هي مش مؤدبة زي ما هو فكر كده. طيب يا ضحى ودي بقى هعملها ازاي بقى ان شاء الله؟ ده يوسف فاهم ان ليلى اختي مفيش منها ابدا ملاك بجناحين. دي بسيطة جدا يا لبنى، انت ممكن تخليه يشوف ليلى واقفة مع شاب من اياهم واستغل الشبه اللي ما بينكم يعني في ده. ايوه انا وليلى شبه بعض جدا، بس ليلى شعرها اسود وانا دايما بصبغ شعري بلون اصفر، وبشرة ليلى فاتحة كتير عن بشرتي وبتلبس نضارة كمان. يا حبيبتي بالمكياج كل حاجة هتتظبط. وفي الوقت ده لبنى اللي قعدت تضحك بكل شر
وقالت وساعتها بقى يوسف مش هيبقى عايزها خالص، وانا بقى هخليه بمعرفتي يخطبني انا، وانا اللي هتمتع بالعز اللي هو فيه كله. اه صحيح يا لبنى، هتعملي ايه في رامي صاحبك؟ هو انت يا بنتي مش بتحبيه؟ الحب اللي انت بتتكلمي عنه ده ما بيأكلش عيش اليومين دول. ولبنى وضحى اللي قعدوا يضحكوا مع بعض جامد قوي. وتاني يوم لبنى اتصلت بيوسف عشان يقابلها ضروري في كافيه، ولما وصل يوسف الكافيه كانت لبنى قاعدة مع رامي صاحبها، ولبنى كانت لابسة باروكة لون شعري بالظبط كأنها أنا بالظبط. ووقتها يوسف افتكرها أنا وقرب منها وقال: ايه ده ليلى، انت بتعملي ايه هنا؟ ومين الولد اللي انت قاعدة معاه ده؟ ولبنى اللي عملت نفسها اتخضت واتوترت جدا، واول ما شافت يوسف قدامها طلعت تجري على بره من غير ولا كلمة، عشان لو اتكلمت كان يوسف عرفها على طول من صوتها. ورامي اللي قعد يزعق مع يوسف وقال له: انت مين انت وازاي تتكلم معاها بالشكل ده؟ دي خافت منك وطلعت تجري على بره على طول. انت اللي مين وازاي تقعد مع بنت عمي لوحدكم؟ انا صاحبها يا سيدي وبحبها كمان، وقريب جدا هخطبها واتقدم لها. ويوسف اللي حزن جدا لكن ما اتكلمش وساب رامي ومشي على طول. وفي الوقت ده في بيت عمي لبنى اللي كانت قاعدة مع مرات عمي وقالت لها: ازيك يا مرات عمي، والله وحشتني قوي، عشان كده انا قلت اجيب نفسي واجي اقعد معاكي شوية. ومرات عمي اللي استغربت من لبنى جدا وقالت لها: خير يا لبنى، مش عوايدك يعني تيجي لحد هنا وتزوريني؟ وكمان انت لطيفة قوي في الكلام، ممكن اعرف ايه سبب الزيارة الحلوة دي يا لبنى؟ ليه بس كده بس يا مرات عمي؟ ده انا بعزك جدا زي ماما بالظبط ويمكن اكتر كمان. لا لا لا، ده انت اسلوبك اتغير كتير قوي عن الاول. انا عارفة ان انا كنت بعامل حضرتك بقلة ذوق، بس ده كان زمان لاني كنت لسه عيلة وطايشة ومش فاهمة الصح من الغلط. طيب الحمد لله يا بنتي ان ربنا هداكي. ايوه الحمد لله يا مرات عمي. الله، هو فين يوسف؟ انا كنت عايزة اتكلم معاه شوية. حاضر يا بنتي، هدخل اندهلك عليه، اصل انا مش عارفة ماله، رجع من بره متضايق ومتعصب قوي. ومرات عمي اللي قالت كلامها وسابتها ومشيت، ولبنى اللي فضلت تضحك جدا لان اتأكدت ان خطتها نجحت 100%. وفي الوقت ده يوسف اللي خرج من جوه وقال لها: خير يا لبنى، ماما قالت لي ان انت عايزاني في موضوع مهم. هو انت ما جيتش في الميعاد اللي انا اتفقت معاك عليه ليه؟ ده انا استنيتك في الكافيه قد كده وبرضه انت ما جيتش. بقولك ايه يا لبنى، انا دماغي وجعاني جدا ومصدع ومش قادره اتكلم في اي حاجه دلوقتي، فيا ريت تنجزي بسرعه وتقولي لي عايزه تتكلمي معايا في ايه. ابدا يا سيدي، كنت عايزاك تشوف لي شغلانه كويسه معاك في مكتب الهندسه اللي انت بتشتغل فيه. ويوسف اللي استغرب جدا من كلامها وقال لها: ومن امتى يعني يا لبنى وانت بتفكري في الشغل؟ بصراحة كده بقى يا يوسف، ليلى أختي بقت مصاريفها كتيرة جدا الفترة اللي عدت دي، والتزامات البيت والمصاريف بقت كتيرة قوي على ماما، وأنا عايزة أساعدها شوية. غريبة يعني يا لبنى، اللي أنا أعرفه عنك إن أنتي ما بتفكريش غير في نفسك وبس. إيه اللي غيرك بالشكل ده؟ لازم اتغير طبعا يا يوسف عشان خاطر ماما وليلى، مفيش حاجة تبقى ناقصاهم، كأن بابا موجود بالظبط الله يرحمه. وفي الوقت ده يوسف اللي فرح جدا اللي لبنى اتغيرت وربنا صلح حالها، وقال لها: طالما الموضوع كده خلاص يا لبنى، تعالي اشتغلي معايا في المكتب من اول بكرة ان شاء الله. وفي الوقت ده لبنى اللي كانت طايرة من الفرحة لان كل اللي عايزاه حصل. وبعد ما عدى اسبوع بعد كل اللي حصل ده، مرات عمي اللي كانت قاعدة مع يوسف وقالت له: بقول لك ايه يا يوسف، انا بكرة ان شاء الله هروح لحنان مرات عمك عشان اعرف منها رأي ليلى. لا 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 يا ماما، يا ريت ما تروحيش وتكسفي نفسك، انا خلاص ما بقتش عايزة اتجوز ليلى. ايه اللي انت بتقوله ده يا ابني؟ ده انت كنت هتتجنن عليها، دلوقتي بتقولي مش عايزها؟ اللي حصل يا يوسف بس. اللي حصل حصل خلاص يا ماما، انا دلوقتي ما بقتش عايزها، مش مناسبة ليا يا ستي، فيها ايه يعني؟ اسمع بس كلام امك يا ابني،
انت عمرك ما هتلاقي احسن من بنت عمك تتجوزها وتصون شرفك وبيتك. خلاص يا ماما، لو انت مصممة ان انا اتجوز بنت عمي يبقى اتجوز لبنى بنت عمي مش اختها ليلى. ومرات عمي اللي اتصدمت جدا من قراره وقالت له يا لهوي، هو انت بتقول ايه يا واد انت؟ بقى تسيب ليلى العاقله الكامله المؤدبه وعايز تاخد لي البت لبنى اللي ما بتعرفش حتى تقشر بصله ولا تعمل فنجان قهوه؟ لبنى اتغيرت كتير قوي يا ماما عن زمان، دي حتى بقالها اسبوع بتشتغل معايا في المكتب، هي مثال للالتزام والشطارة، ده غير كمان ان هي مهتمية بيا جدا وبكل تفاصيلي. ومرات عمي اللي بصت له وسكتت خالص وما كانتش عارفة تعمل ايه، لكن تاني يوم جت وقعدت مع ماما وقالت لها والله يا حنان انا مش عارفة اقولك ايه، انا مكسوفة منك قوي يا اختي ووش منك في الارض. في ايه يا منى؟ مالك يا حبيبتي؟ اتكلمي على طول، قلقتني قوي. بصراحة كده بقى يا حنان، يوسف طلب مني يعني ان انا اخطب له لبنى مش ليلى اختها. ايه لعب العيال ده يا منى؟ يعني ابنك كل ساعة والتانية مرة يقول لي ليلى ومرة يقول لبنى، هو عايز مين فيهم بس؟ والله عندك حق يا حنان، انا كمان زيك بالظبط استغربت جدا لما يوسف طلب مني لبنى. طيب الحمد لله ان انا سمعت كلام لبنى بنتي وما قلتش اي حاجة ليلى لحد دلوقتي. ومرات عمي اللي استغربت جدا من كلام ماما وشكت في لبنى اختي وقالت ايه ده، هي لبنى كانت عارفة ان يوسف عايز يتقدم لليلى؟ طيب ليه ما قالتش يعني؟ وليه ما كانتش عايزة ليلى تعرف؟ عادي يعني يا منى، اكيد يعني مفيش حاجة في دماغها. وانا في الوقت ده اللي دخلت عليهم وقلت ازيك يا مرات عمي، انت ليه ما بقيتيش تيجي زي الاول؟ والله انت وحشتيني قوي. يا حبيبتي يا ليلى، ربنا اللي يعلم انت وحشاني قد ايه. انا قلت لنفسي يعني اسيبك اليومين دول عشان الامتحانات وتذاكري براحتك يعني بلا وجع دماغ ودوشه. طيب يا مرات عمي، اديني خلصت امتحانات اهو، يبقى خليني اشوفك دايما. هو يوسف ابن عمي عامل ايه؟ ده انا بقالي اكتر من اسبوع بتصل بيه وما بيردش عليا خالص. هو كويس يا مرات عمي؟ والله يا ليلى يا بنتي، يوسف على طول مشغول ومتعصب اوي الفترة دي، مش عارفة ايه اللي جراله. خلاص مش مشكلة يا مرات عمي، ربنا يعينه ويقويه. وعلى اخر اليوم لبنى اللي كانت قاعدة في اوضة ماما وماما اللي قالت لها مرات عمك كانت عندنا النهاردة ويوسف غير رأيه وعايزك انتي مش ليلى خالص، انا بفكر يعني ان انا ارفض الجوازة دي. ولبنى اللي قعدت تتنطط في الأوضة من فرحتها وقالت ترفضي ايه بس يا ماما؟ ده انا ما صدقت ان ده يحصل، انا فرحانة قوي يا ماما، فرحانة ان يوسف هيخطبني. ولبنى اللي طلعت تجري جري ودخلت على اوضتي وقالت لي بفرحة وكأنها بتغيظني شفت يا ليلى، يوسف ابن عمي عايز يخطبني، انا كنت عارفة ان هو بيحبني من زمان. وانا الصدمة خلتني مش قادرة انطق خالص، وبقيت ابص على لبنى وانا حاسة بقهر وان انا ضايعة، يعني الراجل الوحيد اللي انا حبيته عايز يتجوز اختي. ولبنى اللي بصيت لي بمكر وقالت لي ايه ده مالك يا ست ليلى، وشك قلب مرة واحدة كده ليه؟ اوعي تكوني زعلانة يعني ان انا هتجوز قبلك. وانا حاولت اخفي كل اللي جوايا وقلت لها لا ابدا يا حبيبتي، ده انا فرحانه لك قوي يا لبنى، مبروك يا حبيبتي. وبعد ما عدى اسبوع على كل اللي حصل ده اتعملت خطوبه للبنى ويوسف، وانا في الوقت ده كان قلبي بيتقطع كل ما اشوف يوسف قاعد مع لبنى، بس انا خلاص اتعودت على كده وقلت ان الجواز ده اسمه ونصيب وانا رضيت بنصيبي. بس بعد ما عدى شهرين على خطوبة لبنى ويوسف، لبنى كانت قاعدة في الكباريه مع ضحى وقالت لها استني يا ضحى لما ابعت ليوسف رسالة واقول له ان انا هنا. بعد ما لبنى بعتت الرسالة ضحى اللي بصت لها وقالت لها قال قولي لي صحيح يا لبنى، هو انت هتقولي لرامي امتى ان انت اتخطبتي ولا هتفضلي تقلعي الدبلة كده كل ما تشوفي رامي؟ يوه بقولك ايه يا ضحى، يا ريت بلاش عكننة، انا دلوقتي مخطوبة للباشمهندس يوسف وبقضي وقت حلو مع رامي، ايه المشكلة يعني؟ الا قوليلي صحيح يا لبنى، يوسف خطيبك عامل معاكي ايه؟
بتعرفي تاخدي منه الفلوس اللي انت عايزاها ولا لا؟ ابدا يا ستي، انا مش عارفه اطلب منه ولا جنيه لحد دلوقتي عشان ما يشكش فيا، بس ما تخافيش عليا، انا عارفه هقلبه ازاي. قال لا قوليلي صحيح يا لبنى، هو انت مش خايفه ان يوسف خطيبك يتكلم مع ليلى ويعرف منها ان مش هي اللي كانت قاعده مع رامي في الكافيه؟ مش هيحصل طبعا، لان يوسف مش طايق حتى يبص في وش ليلى وبيعاملها وحش جدا. وفي الوقت ده قرب منهم رامي وقال يا ريت تبطلوا كلام كتير، هو احنا جايين هنا عشان نرغي ولا ايه؟ يلا يا لبنى عشان ترقصي معايا، الاغنية اللي في الدي جي حلوة قوي. وعدى اسبوع على كل اللي حصل ده، وفي يوم يوسف ابن عمي كان عندنا في البيت عشان ياخد لبنى اختي ويتفرجوا مع بعض على شقتهم، وماما اللي قالت هدخل المطبخ يا حبيبي اعمل لك فنجان القهوة اللي انت بتحبه من ايديا مع بال ما لبنى تلبس هدومها. وماما اللي سابته ودخلت على المطبخ، وانا اللي خرجت من جوه وقلت ازيك يا يوسف عامل ايه؟ ويوسف اللي بصلي من فوق لتحت وما كانش طايقني ابدا، وقال لي كويس يا ليلى، خير في حاجة ولا ايه؟ لا مفيش حاجة يا يوسف، بس انا عايزة اسألك سؤال واحد وبس، هو انا ضايقتك في حاجة؟ اصلا انا بقالي فترة طويلة انت بتعاملني باسلوب وحش قوي ومش عارفة ايه السبب. انا اصلا مش عايزة اتكلم معاكي ولا اتعامل معاكي خالص، لا بحلو ولا حتى بوحش. وانا اللي اتضايقت جدا من كلامه وقلت له ليه يا يوسف، هو انا كنت عملت لك ايه عشان تقولي كده؟ يا ريت ما تعمليش نفسك بريئة، انت عارفة كويس اوي انت عملتي ايه، انا اللي كنت مخدوع فيكي وعبيط واهبل. وفي الوقت ده انا ما كنتش فاهمة هو يقصد ايه من كلامه، ولسه هرد عليه لقيت لبنى اختي قربت مننا وقالت ايه ده، هو انتوا بتتكلموا وبتقولوا ايه؟ ولا حاجة يا لبنى، يلا بينا عشان ما نتأخرش. ويوسف اللي بصلي بكل قرف وسابني ومشي، وانا اللي قعدت وفضلت افكر هو انا عملت ايه ليوسف عشان يعاملني بالطريقة دي. وعدى يومين على كل اللي حصل ده، وفي يوم من الايام يوسف اللي كان قاعد مع لبنى في مطعم بيتغدوا مع بعض، لكن بالصدفة شافهم رامي من بعيد، ويوسف اللي قال انا هدخل الحمام اغسل ايديا يا لبنى وانت اطلبي اي حاجة حلوة مع بال ما ارجع. ويوسف اللي راح على الحمام وقرب منها رامي ووقف قدام لبنى وقال لها ممكن اعرف بقى من الشاب اللي كان قاعد معاكي ده، مش هو ده الشاب اللي جه وقعد يزعقلك لما كنت قاعدة معايا من فترة؟ ولبنى اللي اتوترت جدا ووشها جاب الوان وقالت رامي معلش ممكن بس تمشي دلوقتي وانا هبقى اكلمك في التليفون وهحكي لك كل حاجة. هو في ايه بالظبط يا لبنى؟ انت بقالك فترة وانت متغيرة معايا، وبعدين ايه الدبلة اللي في ايديكي دي؟ هو انت اتخطبتي من ورايا؟ ولبنى اللي بقت تبص يمين وشمال من الخوف لا يوسف يجي فجأة ويشوفها واقفة مع رامي، وقالت له ابوس ايديك يا رامي امشي دلوقتي وانا بعد كده هبقى افهمك على كل حاجة، عشان خاطري امشي دلوقتي يا رامي. ماشي يا لبنى انا همشي، بس هستناكي بالليل عشان افهم ايه اللي بيحصل من ورا ظهري. وفعلا رامي اللي سابها ومشي، ولبنى اللي حمدت ربنا ان يوسف ما شافهاش واقفة مع رامي. واول ما جه الليل لبنى اللي راحت تقابل رامي في الكافيتيريا، ووقتها كدبت عليه وقالت له بصراحة كده بقى يا رامي انا لازم اقولك على الحقيقة كلها، انا فعلا اتخطبت ليوسف ابن عمي، بس كان غصب عني والله، ماما هي اللي صممت ان انا اتخطب له وانا ما قدرتش اقول لها لا. لا والله عليا انا يا حلوة، ده انا عارفك كويس قوي وعارف ان انتي ما بتعمليش اي حاجة غصب عنك ابدا. ولبنى اللي قعدت تمثل العياط قدامه وقالت له ليك حق طبعا ما تصدقنيش لانك ما تعرفش ماما خالص، دي ست صعبة جدا وقوية ومحدش يعارضها ابدا ولا يقول لها لا. يعني ايه الكلام ده يا لبنى؟ يعني انت هتتجوزي اللي اسمه يوسف ده؟ لا بقى انا ما يضحكش عليا ابدا، فاهمة ولا لا؟ افهم بس يا رام الله يخليك، انت عارف كويس قوي ان الجواز ده اسمه نصيب وانا مفيش حاجة في ايديا. ورامي اللي قام ووقف وهو متعصب جدا وقال مش واحدة زيك تديني على قفايا، فاهمة ولا لا؟ وانا بقى هعرف كويس قوي اخد حقي ازاي. ورامي اللي خلص كلامه وسابها ومشي. وبعد ما عدى يومين على كل اللي حصل ده،
يوسف اللي كان قاعد في مكتبه، ودخلت عليه السكرتيرة وهي ماسكة ظرف في ايديها وقالت: لو سمحت يا باشمهندس يوسف، الظرف ده في واحد جابه لحضرتك لحد هنا ومشي على طول وما قاليش حتى اسمه. طيب يا ريهام، هات الظرف وروحي انتي على مكتبك. ويوسف اللي فتح الظرف واتصدم جدا اول ما شاف صور لبنى وهي بترقص مع رامي في الكباريه بطريقة مش محترمة ابدا. ووقتها طلع يجري على مكتب لبنى، واول ما دخل على مكتبها وهو متعصب قال لها: ممكن اعرف يا هانم ايه الصور دي؟ ولبنى اللي اول ما شافت الصور قدامها اتوترت جدا وخافت منه وقالت له: انا انا معرفش اي حاجة عن الصور دي. دي مش انا. دي اكيد ليلى اختي. حتى شوف الولد اللي في الصور دي هو نفسه اللي انت شفته معاها قبل كده. ويوسف اللي استغرب جدا من كلامها وقال: وانت عرفتي منين بقى ان شاء الله ان انا شفت ليلى مع الولد ده؟ ها؟ اصل ليلى هي اللي قالت لي. اصلها هي والولد ده بيحبوا بعض قوي من زمان. ويوسف اللي اتضايق جدا لما سمع منها ان انا بحب رامي وقال لها: ازاي؟ ده نفس لون شعرك. ليلى شعرها اسود وانت شعرك اصفر يا هانم. لا، مش انا يا يوسف، دي ليلى اختي. اصلها هي كده دايما بتحب تقلدني في كل حاجة. وانا بقى مش مصدق ولا كلمة من اللي انت بتقوليها دي. يعني ايه يا يوسف؟ هو انا يعني هكدب عليك مثلا؟ طيب حتى ممكن تسألها بنفسك لو انت يعني مش مصدقني. وماله يا لبنى، انا بقى هروح لها البيت النهاردة وهسألها بنفسي. ويوسف اللي خلص كلامه وسابها وخرج من المكتب بسرعة وهو متعصب جدا. اما بقى لبنى فضلت تفكر ازاي تخرج من المشكلة دي، وما كانش قدامها غير حل واحد: ان هي تجيلي وتقعد معايا. وعلى اخر اليوم فعلا لقيت لبنى دخلت عليا اوضتي وهي خايفة وقلقانة جدا وقالت لي: ليلى، انا كنت عايزة منك خدمة كده وهشيلها لك جميلة العمر كله. خدمة ايه؟ قولي واتكلمي على طول يا لبنى. بصراحة كده بقى يا ليلى، انا مش هكدب عليكي، انا من فترة طويلة كنت عارفة شاب، بس انا سبته والله من زمان، بس هو فبرك صور ليا وانا معاه وبعتها ليوسف خطيبي، وانا من خوفي قلت ليوسف ان انت اللي في الصور دي مش انا. وانا اللي اتصدمت جدا وقلت لها: يا نهارك اسود ومهبب، انت بتقولي ايه؟ طيب ليه قلت ليوسف حاجة زي كده؟ اتلخبطت ومعرفتش افكر وقتها. وبعدين فيها ايه يعني؟ هو انت متضايقة ليه؟ لازم اتضايق طبعا يا لبنى، لان يوسف ممكن ياخد عني فكرة غلط. وانت مهتمية يعني ان يوسف ياخد عنك فكرة غلط؟ ليه؟ ما ياخد اللي ياخده، المهم ما ياخدش عني انا فكرة وحشة. انا اللي خطبته مش انتي. وكلام لبنى وترني جدا وخفت لا تحس باللي في قلبي وان انا بحب يوسف جدا. وقلت لها: عادي يعني، انا بس مش عايزة اي حد ياخد عني فكرة غلط، دي سمعتي برضو يا لبنى. وبعدين طالما الصور دي متفبركة، ليه قلت ليوسف يعني ان انا اللي في الصور دي؟ ما عادي جدا يا لبنى، يوسف راجل متعلم واكيد هيفهم ان الصور دي متركبة. بقولك ايه بقى يا ليلى، انا عارفة ومتأكدة ان انت عينك من خطيبك وعايزاه، ولو ما قلتيش ان انت اللي في الصور دي انا هقول لماما والعيلة كلها ان ليلى القطة المغمضة عايزة تسرق خطيبي مني. حرام عليك يا لبنى، ازاي تتهميني الاتهام الفظيع ده وتقولي حاجة مش فيا عشان خاطر بس تطلعي قدام خطيبك كويسة؟ بقولك ايه بقى يا حبيبتي، جو الصعبانيات بتاعك ده ما تعملوش عليا انا. مش بعيد تكون انت اللي فبركت الصور دي وبعتيها ليوسف عشان يخلالك الجو معاه. وانا في الوقت ده ما بقتش مصدقه اللي انا بسمعه منها، وحسيت بقهر وظلم وقلت لها: طيب اسمعيني كويس قوي يا لبنى، انا فعلا طيبة لكن مش عبيطة، وعارفة ان الصور دي حقيقية 100% وان انت بتكدبي، بس برضو انا هقول ليوسف ان انا اللي في الصور. عارفة ليه يا لبنى؟ لاني مش انانية زيك وخايفة ماما تعرف حقيقتك، وساعتها بقى ممكن تنقهر ويجرالها حاجة.
والله كل الرغي اللي انت بتقوليه ده ما يهمنيش خالص. المهم عندي ان انت تقولي ليوسف ابن عمي ان انت اللي في الصور مش انا. وليه بقى وعشان ايه مش فارقه معايا خالص. وانا اللي بصيت لها وما ردتش عليها. واول ما جه الليل يوسف ابن عمي وصل عندنا وكان قاعد معانا في الصاله وقعد يزعق معايا وهو ماسك الصور في ايديه وبيقول انت يقول يا ليلى مين اللي في الصور دي. وانا اللي بصيت له ودموعي نازله على خدي وقلت له دي انا يا يوسف. هي حصلت يا بنت عمي تروحي اماكن زي دي ورقص ومسخره وكلام فارغ؟ جرالك ايه؟ ما بقاش في حد مال عينيكي وكمان ما فيش راجل يكسرك وكمان بتقلدي لبنى البنت المحترمه المؤدبه. وانا ما كانش في حاجه في ايديا غير ان انا اعيط وبس وما كنتش عارفه ارد عليه واقول له ايه. لكن لقيت لبنى اللي قربت منه قالت له هدي نفسك كده يا يوسف وما تعصبش نفسك يا حبيبي عشان واحده سهله زي دي. وانا بصيت للبنى وعينيا كلها دموع وقلت انا حرة اعمل كل اللي انا عايزاه ومحدش واصي عليا. لا الكلام ده يا هانم لما ما يكونش ليكي اهل انا بقى اللي هربيكي من اول وجديد. وفي الوقت ده كلام يوسف ما عجبش لبنى خالص. لكن لقيت يوسف بينادي على ماما وبيقول يا مرات عمي يا مرات عمي. وماما اللي دخلت علينا وقالت في ايه يا حبيبي مالك بتزعق كده ليه؟ من هنا ورايح ليلى دي مش هتخرج من عتبة البيت ابدا غير باذني انا وبس لما اشوف اخرتها معاها ايه. وماما اللي استغربت جدا من كلامه وقالت ليه بس يا ابني هي ليلى كانت عملت ايه؟ وبعدين يعني هي ليلى بتروح وبتخرج فين؟ نفس الكلام اللي كنت بتقوليه على لبنى دلوقتي بتقوليه على ليلى يا مرات عمي. كفايه دلع بقى في البنات بقى كفايه. يا ريت تسمعي كلام يوسف يا ماما ده ابن عمها وعايز مصلحتها. وانا اللي بصيت للبنى بكل غل وخدت بعضي وجريت على اوضتي وفضلت اعيط واتحسر على حظي في اختي اللي ماليش بخت فيها. وتاني يوم لبنى اللي كانت قاعدة مع صاحبتها في الكافيه وكانت متعصبة جدا وقالت لها انا متأكدة جدا ان رامي هو اللي بعت الصور ليوسف بس الحمد لله الموضوع كله طلع في مصلحتي ولبست الحكاية كلها لليلى. ويوسف دلوقتي يطيق العمى ولا يطيق ليلى ده حتى ما بيطيقش يسمع اسمها. بصراحة كده بقى يا لبنى انت دماغك دي ذرية. بس قوليلي هتعملي ايه مع رامي؟ ابدا يا ستي ولا هعمل اي حاجة. هو ما يقدرش يعمل معايا اي حاجة تاني بعد موضوع الصور ده وحتى لو عمل هلبسها برضو الليلة. والاتنين فضلوا يضحكوا وفي مكتب يوسف اللي قال للسكرتيرة بعد ما حطت قدامه كل الاوراق ها طمنيني وقوليلي عرفت المعلومات اللي انا طلبتها منك بخصوص الولد اللي اسمه رامي ده؟ ايوه طبعا يا باشمهندس هو اسمه رامي عبد المنعم خريج كلية سياحة وفنادق ولد صايع وملهوش ولا شغلة ولا مشغلة ومقضي حياته كلها في النوادي والديسكوهات. وبقية المعلومات كلها اللي حضرتك عايزها في الدوسيل اللي قدام حضرتك. ويوسف اللي بدأ يشك في لبنى وقال ايه ده كلية سياحة وفنادق؟ دي لبنى متخرجة برضو من كلية سياحة وفنادق ومتخرجة من نفس السنة اللي هو متخرج منها. معقولة تبقى صدفة ولا في حاجة أنا مش فاهمها؟ وأول ما جه الليل لقيت يوسف جه عندنا في البيت وأنا ولبنى كنا قاعدين معاه ويوسف اللي بصلي وقال لي أنا عايزة أقابل الولد اللي انت ماشية معاه ده. وأنا بصيت ليوسف وأنا متعصبة منه جدا وقلت له يعني ايه ماشيه معاه دي؟ يا ريت تحترم نفسك يا يوسف. مش معنى ان انا سكتلك قبل كده ان انت تتمادى معايا في الغلط وتغلط فيا. وفي الوقت ده لبنى اللي كانت عماله تبصلنا وهي متوتره جدا ويوسف اللي قال لي خلاص بلاش يا ستي ماشيه معاه مصاحباه فرقت قوي كده معاكي ممكن بقى ما تغيريش الموضوع. والنهارده انا هستنى رامي في نفس الكافيه اللي انا شفتكم مع بعض فيه قبل كده. انت بتخرف وبتقول ايه كافيه ايه اللي انت شفتني معاه ومين رامي ده اصلا اللي انت بتتكلم عنه؟ ولبنى اللي خافت جدا ان الحقيقه تبان عشان كده قامت مره واحده وقالت خلاص بقى يا ليلى
بلاش تعملي الشويتين بتوعك دول. يوسف خلاص عارف الحقيقة كلها، ملهاش لازمة يعني الكذب دلوقتي. وفي الوقت ده انا فهمت ان في حاجة مش مظبوطة لبنى عملتها، ويوسف كمان شك في الموضوع. ويوسف اللي بصلها وقال: لبنى انت هتيجي النهاردة مع ليلى على الكافيه عشان نشوف اللي اسمه رامي ده عايز من ليلى ايه بالظبط، تمام؟ ويوسف اللي قال كلامه وسابنا ومشي. وبعدها انا قلت للبنى: ممكن اعرف بقى انت عامله ايه من ورا ظهري؟ ويوسف ازاي متاكد من كلامه ان هو شافني مع اللي اسمه رامي ده؟ ازاي ده حصل؟ ممكن تفهميني يا هانم؟ بصي بقى يا ست ليلى، ومن الاخر كده رامي ده هو الولد اللي انا كنت ماشيه معاه ومصاحباه. كمان الصور اللي انت شفتيها دي حقيقيه 100%. وكمان انت هتيجي معايا النهارده عشان نقابل رامي، وهناك هتعملي نفسك ان انت تعرفيه. اكيد فهماني طبعا. ايه الجبروت اللي جواكي ده يا شيخه؟ ده انت لو ماسكه عليا زله مش هتعملي فيا كده. بقولك ايه يا لبنى، انا مش رايحه معاكي في اي مكان، ويا ريت تحلي مشاكلك بعيد عني. خلاص يا حبيبتي، وماله، نروح انا وانتي لماما واقول لها على الحكايه كلها ونشوف رايها ايه في الموضوع ده كله. انتي ترضاها لي يا ليلى ان انتي تفضحي اختك وتخليها تسيب خطيبها؟ انتي ايه يا شيخه، ما عندكيش دم خالص. انتي عارفه كويس قوي ان ماما تعبانه ومريضه وعندها القلب ومش هتستحمل تعرف حاجه زي كده. انتي عايزه ايه، تخلصي عليها؟ وماله يا حبيبتي، بلاش نعرف ماما اي حاجة. لازم تيجي معايا دلوقتي حالا يا ليلى عشان نحل المشكلة دي كلها. وفعلا انا وافقت اروح معاها عشان كنت خايفة جدا على ماما. ورحنا على الكافيه قبل الميعاد اللي قال لنا عليه يوسف. واحنا قاعدين في الكافيه وصل رامي وقال: حلو قوي الكلام ده، يبقى دي اختك التوأم، بس شكلها طيبة قوي غيرك يا لبنى. اصل انت بنت شرانية وغدارة، اسألين انا. لو سمحت يا ريت مالكش دعوة بيا خالص، ويا ريت كمان تخليكم في المصيبة بتاعتكم وبس. وماله يا حلوة، ممكن اعرف بقى انت ليه اتصلت عليا يا لبنى عشان اقابلك هنا في نفس الكافيه؟ عشان تمثل قدام يوسف ان انت مصاحب ليلى مش مصاحبني انا. اكيد طبعا انت فاهم. وفي الوقت ده رامي اللي قعد يضحك جدا وقال لها: هو انت بقى يا ابله عايزه الكون كله يمشي على حسب مزاجك ولا ايه؟ وانا بقى هستفاد ايه بقى من الليله دي كلها لو عملت حاجه زي دي؟ هتستفاد الخاتم ده يا رامي، ده تمنه بس 100,000 جنيه. ها قلت ايه؟ وانا اللي اتصدمت جدا وقلت لها: انت مجنونه؟ انت ازاي عايزه تديله الخاتم بتاع خطوبتك؟ ده خاتم خطيبك، ازاي هتديهوله؟ مالكيش دعوه انت. هبقى انا اقول ليوسف ان ضاع مني، وقع مني في الشارع، يا ريت تطلعي منها بقى. انا هعرف اتصرف كويس اوي مع خطيبي. في اللي اخد منها الخاتم وبقى يبص عليا بكل طمع وقال: حلو الخاتم، انا موافق. على العموم اختك برضو حلوة وما تتخيرش عنك ابدا. ولبنى اللي لمحت يوسف داخل عليهم وقالت: اسكتوا بقى، يوسف وصل، وانت حط الخاتم في جيبك ومش عايزاك تنطق بنص كلمة، تمام؟ ويوسف اللي دخل علينا وقعد معانا وقال: تعرفي يا ليلى اسم ابوه ايه؟ وانا اللي اتوترت جدا وقلت له: معرفش اسم ابوه ايه. طيب يا ليلى، طالما انت ما تعرفيش اسم ابوه ايه، ممكن اعرف بقى انتوا تعرفوا بعض من امتى؟ وانا ورامي اللي بصينا لبعض وقلنا في نفس واحد: من فترة صغيرة كده. ورامي اللي رد وقال: انا اعرفها من 3 سنين. غريبة يعني. طيب اصدق من فيكم دلوقتي؟ هي بتقول من فترة صغيرة وانت بتقول من 3 سنين. هو في ايه يا يوسف؟ هو انت فاتح لهم تحقيق ولا ايه؟ انت كده لخبطتهم باسئلتك دي. طيب قوليلي يا ليلى، رامي خريج كلية ايه؟ وانا اللي اتوترت جدا وبقيت اعرق وقلت له: معرفش، يمكن كلية طب زي يعني. لا، كلية طب ايه؟ هو انت لحقتي نسيتي ولا ايه؟ واحنا شكلنا كلنا كان باين عليه اللخبطة والتوتر،
ولقينا يوسف مرة واحدة خبط ايديه على الترابيزة اللي قدامه وقعد يزعق ويقول: اسمعوا بقى انتوا التلاتة، انتوا كده بتحوروا عليا، وقبل ما اتعصب عليكم يا ريت تقولوا لي الحكاية ايه والحقيقة كلها. الله، مالك يا يوسف؟ حكاية ايه ورواية ايه؟ على فكرة بقى احنا مش كدابين ولا حتى بنحور عليك، انت بقى اللي عايز تفهم غير كده براحتك خالص. على العموم انا سايبها لك وماشية يا يوسف، لاني مش هقبل بالاهانة دي ابدا. استني عندك يا لبنى، جرالك ايه؟ عايزة تهربي مني؟ اقولك بقى على الحقيقة كلها. انا سمعت كل حاجة، كل الكلام اللي انتي قلتيه ليلى النهاردة بعد ما مشيت من عندكم. ويوسف اللي قال لنا ان بعد ما مشي من عندنا وقف قدام باب الشقة وسمع كل كلامي مع لبنى، وهي بتجبرني ان انا لازم انزل واقابل رامي في الكافيه. ووقتها رامي اللي طلع الخاتم من جيبه وقال: انا ماليش دعوة، هي اللي طلبت مني ان انا اعمل كده وامثل عليك، واختها دي انا اول مرة اشوفها قدامي. خد يا ست الخاتم بتاعك اهو، انا بره الحوار ده كله. ورامي اللي مشي وساب الخاتم على الترابيزة. اما بقى لبنى وشها اللي بقى يجيب الوان وبقت ترتعش وتقول: يوسف انا اسفة والله، انا بحبك، ورامي ده كان ماضي وراح لحاله. ماضي ازاي يا لبنى؟ اذا كانت تاريخ الصور دي كانت بعد خطوبتنا على طول، وكمان ان انتي اوهمتيني ان ليلى على علاقة برامي عشان اخطبك انتي مش ليلى، مش كده برضو؟ وانا اول ما سمعت كلام يوسف اتصدمت جدا وقلت: يوسف انت بتقول ايه؟ انا مش فاهمة حاجة. ايوه يا ليلى، انا كنت عايزه اخطبك انتي، بس في الوقت ده شفتك مع رامي في الكافيه، عشان كده غيرت رايي وخطبت لبنى اختك. ويوسف اللي قعد قدامي وحكى على كل اللي حصل وازاي لبنى لعبت عليه وخدعته. ووقتها انا اتصدمت صدمه عمري وقلت: ليه عملت في اختك كده يا لبنى؟ انا عارفه ان انت طول عمرك بتغيري مني وما بتحبنيش، بس كنت دايما بصبر نفسي وبقول دي غيرة اخوات عادي يعني. ولبنى اللي قعدت تصرخ في وشي وقالت لي: لا انا مش بغير منك، انا بكرهك. فاهمه يعني ايه بكرهك؟ كل العيله بيحبوكي انت وبس، ومفيش اي حد فيهم بيحبني. ليلى المحترمه، ليلى المؤدبه، ليلى الشاطره، ليلى الممتازه في المدرسه وبتطلع من الاوائل، ليلى اللي دخلت كليه طب. حتى بابا كان بيحبك اكتر مني انا. طيب بدل ما تكرهيني كنت اتعلمت مني وعملت زيي، لكن انت طول الوقت عامله زي الشريط المخالف عشان تباني ان انت احسن مني، لكن انت تفكيرك كله غلط في غلط. وعلى العموم يا لبنى ده مش ذنبي ان الناس كلها بتحبني. ويوسف اللي مسك الخاتم وحطه في ايديا وقال: الخاتم ده في مكانه الصح في ايديك انت وبس يا ليلى، لانك انت صاحبته الحقيقيه. وانا اللي قلعت الخاتم من ايديا وقلت له: وانا اسفه جدا يا يوسف، انا مستحيل اتجوزك ابدا، لان الخاتم ده لا بتاعي ولا حتى مقاسي، وانا ما باخدش بواقي اي حد. قصدك ايه يا ليلى بالكلام ده؟ بس انا عايزك انتي، وانتي كنت اختياري من الاول. اسمعني كويس قوي يا يوسف، اي علاقة في الدنيا عشان تنجح لازم يكون فيها ثقة، وانت ما كنتش واثق فيا وصدقت ان انا ممكن اكون اعرف اللي اسمه رامي ده. حتى انت ما كلفتش نفسك تسألني حتى وتعرف الحقيقة. عندك حق في كل كلمة يا لبنى، بس صدقيني كان غصب عني. لبنى اختك خدعتني بالشبه اللي ما بينكم. سامحيني يا ليلى، انا بحبك وعايزك يا ليلى. مش بالسهل كده يا يوسف اقدر اسامحك، حتى لو سامحتك انا مش لبنى عشان اوافق اخد واحد كان خطيب اختي. وانا اللي خلصت كلامي وسبتهم ومشيت، ويوسف اللي بص للبنى اللي كانت مظلومه في كل اللي بيحصل حواليها، ويوسف اللي قال لها: انتي ايه يا شيخه؟ شيطان رجيم ماشي على الارض، ازاي تعملي في اختك كده؟ بس الحق مش عليك انتي، الحق عليا انا، الحق عليا ان انا صدقت واحده زيك. ويوسف اللي خلص كلامه ولسه هيمشي، لبنى اللي مسكت ايديه وهي بتعيط زي المجنونه وقالت له: استنى يا يوسف ما تسيبنيش، انا اللي بحبك مش ليلى. ليلى مستحيل تاخدك مني ابدا، انت ليا انا وبس. رامي ده واحد كذاب، اكيد ليلى اتفقت معاه عشان يقولك كده.
ويوسف اللي ضربها بالقلم على وشها وهو بيصرخ فيها وبيقول: انت لسه هتكملي الكذب بتاعك؟ انت ايه، مفيش فايدة فيكي ابدا. ويوسف اللي خلص كلامه وسابها ومشي، ولبنى اللي فضلت منهارة من العياط. وعدى اسبوعين على كل اللي حصل ده، ويوسف كان كل يوم والتاني يتصل بيا كتير عشان عايز يتكلم معايا، لكن انا كنت برفض اتكلم معاه. لحد ما في يوم جات لنا البيت مرات عمي، وكان طبعا معاها يوسف، وقربت مني وقالت لي: الله، مالك بقى يا بنت يا ليلى؟ مش كفايه بقى لحد كده؟ وسامحي يوسف. يوسف والله يا بنتي بيحبك قوي، وندمان يا بنتي على كل اللي عمله، بس اعذري يا بنتي، كان غصب عنه برضه. لو سمحتي يا مرات عمي، انا مش هقدر ارجع في كلامي تاني، وكل الكلام انا قلته ليوسف، ومش عايزه افتح الموضوع ده تاني لو سمحت. يعني انتي معرفتيش الحكايه كلها، ان انا كنت ضحيه لعبه اختك، وكانت بتلعب بيا الكرة عشان توصل لغرضها، وانت كان عقلك فين يا باشمهندس يوسف لما لبنى اختي عملتك زي اللعبه في ايديها، وكانت بتحرك فيك يمين وشمال على مزاجها؟ اسمعيني بس يا بنتي، لبنى اختك عرفت تضحك عليه، وعرفت تخدعه وتوهمه كمان ان هي انتي. هو لو كان بيثق فيا ما كانش صدقها ابدا. بقول لكم ايه، اخر الكلام، ومش هتكلم تاني في الموضوع ده بالذات. انا ويوسف ولاد عم وبس، ولا يمكن علاقتنا تزيد اكتر من كده. عاجبك كلام بنتك يا حنان؟ يا ريت تعقلي بنتك وتفهميها ان يوسف بيحبها وبقى عليها لحد دلوقتي. والله ما عارفه اقولك ايه، انا لحد دلوقتي مش قادره اصدق اللي عملته لبنى بنتي. وطبعا في الوقت ده لبنى كانت قاعدة في أوضتها وحابسة نفسها من ساعة اللي حصل، وأول ما سمعت صوت يوسف خرجت من أوضتها جري، وكان شكلها غريب وبتضحك زي المجانين وبتقول: يوسف، انت جيت عشان تتجوزني مش كده برضو؟ انا كنت عارفة ان انت بتحبني وعمرك ما تتخلى عني، صح يا يوسف؟ انا جيت لحد هنا يا لبنى مش عشانك انتي، عشان ليلى وبس. وفجأة لقيت لبنى بتبرقلي وقربت عليا وهي بتصرخ فيا، وكانت عايزة تخنقني، ويوسف اللي شدها من عليا وقال: لا، دي كده بقت خطر عليكم، وشكلها كده مش طبيعي، ولازم نعرضها على دكتور نفسي ضروري. وفعلا اخدنا لبنى ورحنا على الدكتور النفسي، وبعد ما كشف عليها قال لنا ان هي غير سوية نفسيا ولازم تفضل في المصحة شوية. وبعدها بأيام يوسف جالنا البيت، وكان شكله حزين جدا وندمان ومكسوف من اللي عمله معايا، وقال لي: اسمعيني كويس يا ليلى، انا عارف ان انا غلطان وندمت على كل اللي عملته، بس عشان خاطري يا ليلى سامحيني، سامحيني وخلينا نفتح صفحة جديدة من اول وجديد. بس انا مش قادرة ارجع اثق فيك من تاني يا يوسف، لانك ظلمتني. طيب اديني فرصة واحدة بس، فرصة واحدة بس ارجع لك ثقتك فيا من تاني، وصدقيني يا ليلى انا هعمل كل اللي اقدر عليه عشان اعوضك عن اللي فات. ووقتها بصيت له وضحكت، وقررت ان انا اديله فرصة تانية وافتح معاه صفحة جديدة من اول وجديد. وفات شهرين على كل اللي حصل ده، والنهاردة انا جاية لكم في فستان فرحي، ودي كانت حكايتي مع اختي التوأم اللي لسه بتتعالج في المصحة لحد دلوقتي، والنهاردة هبدأ حياتي من اول وجديد. وكده حكايتنا انتهت. يا رب تكون عجبتكم ونالت رضاكم واستفدتوا منها زي ما متعودين من حكاياتنا، واشوفكم في حكاية جديدة من حكايات ايمي، والسلام عليكم ورحمة الله.